النهاردة هنتكلم عن موضوع إزاي تعرفي الراجل المتلاعب من 5 إشارات، بس قبل ما أقول لِك ال5 إشارات هاحكي لِك قصة كده للتوضيح. الشخص المتلاعب مش شرط تلاقيه لابس سلسلة ولا شرط تلاقيه سرسجي، بالعكس ممكن تلاقيه حد cute جدًا، حد شكله عسول جدًا، حد متعلم تعليم كويس جدًا، فاهم في الدين كويس جدًا، بل حد كمان تحسيه إنه مثقف. أنتِ بقى هتقيسي الموضوع بتاع التلاعب ده إزاي؟ أول علامة الوعود من غير أفعال. يعني إيه؟ يعني هتلاقيه كده بيقول لِك كلام كبير، كبير كده من غير خطوة حقيقية. مثال بسيط خالص، هييجي مثلًا إيه، هيقول لِك هنتقابل قريب، هاضبّط الدنيا وبعدين نكمّل، وتلاقي الوقت يعدّي ولا حاجة تحصل. عشان تحمي نفسِك بُصّي للأفعال مش للكلام. تاني علامة لعب دور الضحية. يعني إيه؟ يعني كل حاجة غلطه فيها مُبرّر، تلاقيه بيبرّر لنفسه. مثال لمّا تيجي مثلًا تزعلي وتلومي عليه تلاقيه يقول لِك أنتِ مش مقدّرة اللي أنا فيه، أنتِ إزاي تعملي كده يا شريرة؟ طبعًا باهزر. الحماية بقى اللي أنتِ تبقي متعاطفة مع نفسِك، تعاطف هادي خالص من غير ما أنتِ تتنازلي، تردّي عليه تقولي له إيه لمّا يقول لِك أنتِ مش مقدّرة اللي أنا فيه، تقولي له فاهمة ظروفك بس ده مش مريحني. تالت علامة إن الشخص اللي معاكِ متلاعب، التقليل المُغلّف بهزار، يعني مثلًا هتلاقيه بيسخر منِّك كده سخرية خفيفة يعني بحجة اللي أنا إيه باهزر يعني، بس خدي بالِك جوّه السخرية دي بيبقى فيها تقليل منِّك. مثال ييجي يقول لِك إيه، أنتِ حسّاسة أوي، يا شيخة أنتِ بتكبّري الموضوع. الرد الصح يبقى رد هادي وقاطع، تقولي له أنا بس مش باحب الطريقة دي. رابع علامة قلب الترابيزة، يعني دايمًا هتلاقيه عايز يقول لِك اللي أنتِ اللي غلطانة. يعني بدل ما يتحاسب كده، لأ يخلّيكِ أنتِ اللي يعني أنتِ اللي تشُكّي في نفسِك، يخلّيكِ تشُكّي في نفسِك. مثال تزعلي يقول لِك ده أنتِ دراما يا بنتي دراما queen. الصح بقى اللي أنتِ بكل ثبات كده تقولي أنا مش دراما بس ده إحساسي. خامس علامة بتكشف إن الراجل ده متلاعب، بتلاقي في شد وجذب كده في العلاقة كتير. يعني إيه؟ يعني قُرب أوي، بعده تلاقي اختفاء، مش زعلانين مع بعض ولا في أي حاجة، بتلاقيه قرّب أوي، بعده اختفاء. مثال اهتمام زيادة كده فجأة وبعدين برود من غير أي سبب. الصح مش إنِّك تجري ورا التغيير ده اللي حصل أو تقولي له ليه اتغيّرت، لأ أنتِ كمان خُدي خطوة لورا وسيبيه، اسكتي خالص وسيبيه هو اللي يثبت نَفْسه. عايزة أقول لِك إن التلاعب عمره ما كان صوت عالي، ده أحيانًا بييجي لِك في هيئة ابتسامة وشخص شكله جميل ولطيف. حمايتِك لنَفْسِك إنِّك إيه، إنِّك تثبتي، مش إنِّك تنهاري ولا إنِّك تهاجمي طول الوقت. ودلوقتي قولي لي إيه أكتر أسلوب تلاعب قابلتيه قبل كده واتصرّفتِ إزاي؟ اكتبوا لي في الكومنتات إيه أكتر أسلوب تلاعب قابلتيه قبل كده وإزاي تصرّفتِ فيه، ولو رجع بيكِ الزمن إيه اللي هتعمليه، ولو قابلتِ تلاعب تاني في المستقبل هيكون إيه التصرُّف الجديد بتاعِك. ودي كانت كلمة من قلبي ليكم، أشوفكم في فيديو جديد، سلام.